لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم وعلينا، على الأمة الإسلامية. النهاردة هنعمل مع بعض طبعا الفتة عشان العيد. طبعا الصبح بقى نعملها كده او تعمليها في الغدا زي ما بتحبي خالص. هنعملها بطريقة سهلة خالص بالصلصة والخل والثوم. تعالوا بينا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه. جبت حله كده ناشفه خالص وسبتها تبقى سخنه قوي كده، وحطيت اللحمه بتاعتنا، ما حطيتش سمنه او زيت، يا دوب بس كده تحس ان هي ابتدت تتحرك من الحله. بيبقى طعمها حلو، بيبقى طعم اللحمه المشويه كده في الشوربه. حتى لما تيجي تعملي شوربه اعمليها بالطريقه دي بتبقى حلوه قوي. هنقلبها كده لحد ما لونها يبقى حلو كده من كل ناحيه. طبعا بنبقى مجهزين ميه سخنه، ودي هي هنا رشه فلفل بس صغيره، منحطش ملح خالص دلوقتي. ننزل بقى بكميه الميه السخنه اللي تحبيها، وسبتها بقى من غير ملح تستوى براحتها. قبل ما تستوى هنجهز بقى الرز بتاع الفته. حطيت شويه سمنه او زيت زي ما تحبي خالص، وهقلبه شويه كده الرز. كانت الشوربه بتاعتنا هنا جاهزه، خدت منها المقدار بقى بتاع الرز بتاعنا من الشوربه. ما حطيتش ميه، بيبقى طعمها حلو قوي. الرز بيبقى طعمه حلو، بيبقى واخد من طعم الشوربه كده. وهنا طبعا انا كنت لسه ما زودتش ملح، فزودت ملح على الرز، بس المقطع ده ما تصورش. جبت بعد كده شويه من يعني لو عندك زبده هيبقى حلو قوي، بس انا حطيت زيت. زيت كده حلو يعني ملوش طعم. وبعد كده حطيت شويه كتير من الثوم، وهنحمره لحد ما يبقى لونه ذهبي وحلو كده. وهقولك طبعا حاطين شويه كتير ليه. هنزل عليه بقى بشويه من الخل، يا دوب بس نقلب كده. الريحه كانت حلوه قوي بقى. طبعا عارفين ريحه الطشه دي تبقى حكايه. حطيت رشه صغيره كده من الفلفل الاسود، وفي نفس المكان ما نضفتش الطاسه. حطيت شويه صغيرين من الزيت يسخنوا. هنزل عليهم بعصير طماطم، ممكن تحطي صلصه لو جاهزه عندك، وشويه من السكر، وشويه من الملح، وشويه من الفلفل الاسود. تمام. هنسيب بقى الصلصه الحلوه بتاعتنا دي تتسبك. عندي عيش، اللي هو العيش اللي البرده دوت، العيش اللي بيبقى بالرده، مش عارفه اسمه ايه بصراحه. ف انا جايباه من امبارح بصراحه، بس قمت لقيته طري كده، مش عارفه ايه السبب. المهم بقى قطعت العيش كده. قطعي بقى زي ما يعجبك الكميه اللي انت عايزاها. خلاص. بعدين هنجيب بقى الخل والثوم اللي احنا عملناهم جهزناهم، انزل بيهم بقى على العيش بتاعنا. شويه كده حلوين يعني عشان نطعم بيهم العيش. وهنقلب بقى العيش اللي احنا الخل والثوم اللي احنا حطيناهم على العيش. الخطوه دي بتفرق معاكي قوي في طعم الفته على فكره، بيخلي طعم العيش حلو قوي قوي. هناخده بقى وندخل بيه على الفرن، ياخد معانا كده يتحمص كده ويبقى حلو. وبعد كده هنا انا بجهز الصلصه، كانت اتسبكت. نزلت عليها بكوبايه شوربه. العيش بتاعنا اتحمص كده زي ما انتم شايفين. تمام. بعدين بقى هننزل عليه بالشوربه السخنه. طبعا اللحمه قبل ما بنضيف عليها مثلا ب5 دقايق او حاجه، بنزود بقى كميه الملح اللي انت محتاجاها. بتحطي الملح بتاع يعني اللحمه زي ما انت تحبي. هنزل بقى بالشوربه على العيش، وبعد كده شويه من الصلصه اللي احنا جهزناها. كل الحاجات دي بتفرق معاكي على فكره في طعم الفته، بيبقى طعمه حلو قوي. العيش كمان بيبقى متطعم بالصلصه والثوم والخل والحاجات اللي احنا حاطينها دي، بيبقى طعمه حلو قوي. وعايزه اقول لك الاكله دي بتبقى خفيفه مش عشان فته. بصوا انتوا يعني هتلاحظوا احنا مش عاملين خطوات كتير قوي فيها، ما فيهاش تسبيكات كتير يعني.
الرز بتاعنا بقى حلو قوي قوي، مفلفل وحلو قوي. هناخد بقى الرز وهو سخن كده. طبعا زي ما قلت لك لو عندك زبده او سمنه بلدي اشتغلتي بقى في الفته هتبقى احلى واحلى كمان. هنزل بقى بكميه الرز على الوش بتاع الفته. وزي ما قلت لك في ناس بتحب تعملها بالخل بس ما بتحبش تحط صلصه، لا جربي بالصلصه دي هتعجبك قوي. لو متعوده ان انت دايما بتعمليها بالخل بس، جربي بقى الفته بالصلصه والخل والثوم مع بعض بتبقى حلوه قوي. اللحمه بتاعتنا هنا كانت اتسلقت فهاخدها تحميره كده خفيفه. حطيت شويه كده من الفلفل وعليهم شويه من الملح عشان طبعا مش هعرف ارش على الفته. جيتوا بتحميره حلوه كده خفيفه. وبعدين هنكمل بقى بقيه الطبق بتاع الفته بتاعنا. حطينا الرز وبعدين هننزل بالصلصه كده على الوش. عايزه اقول لكم تاني كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله عيد اضحى سعيد عليكم وعلى كل الامه الاسلاميه ان شاء الله. زيني بقى الطبق زي ما تحبي. انا عملت حاجه بسيطه خالص كده. الصلصه بتاعتنا بعد ما اتسبكت بحط بقى على الوش كده شويه. وبعدين جبنا الخل والثوم اللي كان باقي معانا هنحط برضو على الوش. كان طعمها حلو قوي قوي. احنا فطرنا بيها بقى الصبح. بجد كانت حلوه قوي، طعمها حلو والعيش متطعم والرز كمان طعمها بجد حلو قوي يعني. اللحمه بتاعتنا هنا خدت تحميره خفيفه. هنزل بقى على الطبق كده من فوق، او زي ما تحبي بقى تقدميها. ممكن تحطي اللحمه لوحدها لو حابه، براحتك خالص. انا قلت لك فكره كده للتقديم وانتي طبعا تقدري تعملي احسن من كده كتير يعني. خلصنا طبق الفته القمر بتاعنا دوت. عايزاكم بقى تجربوه ان شاء الله هيعجبكم. لو ما عملتوش الفته النهارده جربوها بقى بطريقتي ان شاء الله لو هتعملوها على الغدا. انا هنزل لكم الفيديو على طول عشان تقولي رايكم، عشان لو حد لسه بيفكر ان هو يعملها على الغدا. في ناس بتحب تفطر كبده بتاكل حاجات تانية. فجربوا بقى الفته بطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم قوي قوي. ولو عجبتكم يا ريت لو لسه ما اشتركتوش عندي في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك. ومره تانية بقى او تالتة كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله كده تتهنوا في العيد وتتفسحوا كده وتتبسطوا وتغيروا جو. ان شاء الله يبقى عيد سعيد عليكم وعلينا برضو ان شاء الله. يلا جربوا الفتة بتاعتنا القمر دي. وكل سنة وانتم طيبين. شكرا لكم.